فرد يوم يقولون الحجاج بن يوسف جاب مجموعة للإعدام، صدر عليهم حكم الإعدام ودخلوا ملأوا القاعة وبدأ بيهم اضرب عنق هذا اضرب عنق هذا. هسه صار اكو شغل معين بحيث بقى من عندهم واحد ما انقتل، ايضا هو محكوم بالاعدام ما انقتل. فقال للسياف او السجان عفوا، قال له اذهب به الى السجن واتيني به غدا، اخذه وجيب لي باكر الصبح. خلينا نقول السجان اخذ المحكوم وطلع به. بالطريق هذا المحكوم سأل السجان قال له بالله عليك اطلب منك طلب ويبقى دينك برقبتي وبرقبة عائلتي. قال شو تريد؟ قال له علي دين لبعض الناس والدين موجودات فلوسه بالبيت، مو هذه انه لا تطلع من الدنيا مطلوب الاحد، نظف نفسك تمام شيك امرك ولا يظل دين ابن ادم برقبتك. حتى في دروس وصية مسلم بن عقيل ليلة 6 محرم انا مذاكرها، اللي يحب يتابعها موجودة على مواقع التواصل، كيف ان مسلم بن عقيل اول وحدة اول طلب طلبها من عبيد الله بن زياد، والوصية كانت لعمر بن سعد لعن الله الاثنان، قال له علي دين في الكوفة بع درعي وسد عني ديني. يريدون يعلمونا اهل البيت ان نطلع من الدنيا ابسط متعلقات لابن ادم كل ما علينا، لانه اليوم رب العالمين موجودين اهل البيت هم سفن النجاة وهم ابواب الشفاعة وابواب الانقطاع الى الله، لكن العد ابن ادم صعب على العموم. فقال له عندي دين ايش كم واحد انا اريد. المهم فهذا السجان رق حاله رق قلبه على حال هذا الرجل، قال له روح حمل عباءته باردة وطلع. هسه هذا السجان صار نص الليل قال انا شنو سويت من غلط؟ هاي شنو الجريمة اللي ارتكبتها؟ هذا محكوم بالاعدام والحجاج ملعون وينطق سيف الحجاج قبل ان ينطق لسانه. هذا انا والله دزيته عاقل انا مجنون زين بالله. راح هسه هاي الروحه وهو محكوم بالاعدام وما رجع، وباكر الحجاج راح يطالبني بيه، اذا رجعت هذا المسجون مو وياي الحجاج يعيفني عايش؟ اكيد ما يعيف عايش. فظل بين الشد والجذب للصبح ما يقدر ينام، يتقلب على فراشه يتأجج غيظا. قول والله وجه الصبح اندقت الباب، فتح الباب هذا السجان جاء المسجون قال له جزاك الله خير رحم الله والديك، انا سديت الدين ووصيت عائلتي وكملت الامانه اللي على عاتقي وانا جايك الان. قال لي ليش هالشكل انت سويت؟ المفروض انت محكوم اعدام، تشرد تشوف لك ارض تروح لها، تشوف لك مكان تختبئ به. قال له لا انا وعدتك، ومو من صفات المؤمنين ان ينقضون الميثاق والعهد واوفوا بالعهد. انا وعدتك ان اجيك، ماكو ذنب ماكو ضير انه انت تتحمل مسؤوليتي. اخذ بالطريق للحجاج، استوقفه على باب القصر ودخل على الحجاج هذا السجان قال له سيدي عندي اريد استشفع لاحد يمك اذا الي كرامه يمك. الحجاج قال قول. السجان قال له هذا اخر واحد محكوم بالاعدام، صنيع اذا احكي لك اياه ما اعرف انت تقيمه لو لا. قال شنو سوى؟ قال له هالشكل ودزيته الاهله وكذا قال له وبقى ليله كامله عند اهله ورجع لك؟ قال له نعم. قال له انا ما اقول لك راح اعفو عنه لو راح اعدمه، اكراما لك انت صديقي مسؤول السجين، انا وهبت امره اليك، تريد تكتله يروح كتله، تريد تهده يروح هده بكيفك، تريد تعفو عنه يعفو عنه. فهذا منطلع السجان اجى للسجين، اول كلمه قال له اذهب انت حر لوجه الله ما عندك شغل روح. هذا الرجل المسجون طلع من حبل اعدام من سيف جلاد، طلع يركض ما قال للزلمه شكرا. هاي مرات شايف من تسوي لك معروف الواحد وما يقول انعم الله شي يصير بداخلك، ها يدمرك. هذا يقول لعن الله قاطع سبيل المعروف. هو هذا واحد من عندهم ملعون، شو يصير بداخلك؟ تظل تحرق بقلبك. النوب مو هاي النوب، كل ما يمر عليك يخلي 1000 سكينه بقلبك، يطعنك 1000 طعنه. لك هذا انا اللي سويت له، هذا اللي بنيته وهذا اللي تعبت عليه، حتى نعم الله ماكو. تتألم حقيقة تتألم. واكو بعض بشر هالشكل هذول يسموهم الكافرون بالإحسان. لا اكو بعض من عندهم يذهب الى ابعد من هذا، انت مسوي له زين ويوقف يتخوصر وقال لك انت شو مسوي لي؟ لا خلفة الله عليك، مو تنهال هيك بعض
المفردات من ناس غريبة، لا هي تأطرها بباب اجتماعي ويقبلهم، ولا باب قانوني ويقبلهم، ولا باب إلهي ويقبلهم، ولا باب أجلكم الله جرم أو حيوان أو شي تريد تسميه ما تعرف شو تسميه. فهذا من دار وجهه وراح. بقى السجان حسرة بقلبه، قال أنا هذا لو عايف الحجاج يعدمه مو أحسن بالله. بس الرجل ما كان كافرا بالإحسان، لا مو من هالصنف. رجع ثاني يوم جاب هدية وضرب باب السجان. فتح الباب السجان، قلت شو تريد؟ قال أنا أعرف بيكم ممكن زعلان علي، لكن أنا صنعت الحمد وعدت إلى الشكر الناشادي. قال له ايش سويت يعني؟ قال له أولا ما رحت أنا حمدت الله وأثنيت عليه، لأنه الله سبحانه وتعالى خلاك أنت سبب لخلاصي، فإذا أنا ردت أشكرك أنت قبل لا أشكر الله معناها أنا عبد غير مؤدب. هو يتعجب من عند هذا السجان. قال له وأنا قبلتك؟ قال له عمي وهاي صوغتك وأنت مشكور على اللي سويته وياي وجزاك الله خير. فمحل شاهدي الحمد صنف عام لكل نعم الله، الشكر خاص على ما ألهم. بعدين أخيرا قالت والثناء بما قدم. الثناء، شوف إخواني، من تتفضل علي بنعمة هواي أنت تحب تسمع مديحك من لساني، ومن أني أتفضل عليك بنعمة، طبعا أنا جاي أقول الأمثال تضرب ولا تقاس، أما أحب أن أقول عن تذكرني بالذكر الطيب. هذا على مستوى المعاملات بين بني البشر. على مستوى الباري عز وجل ترى هم يريد على النعم اللي انطاك اياها، يريد الشكر ويريد الثناء. والثناء فاطمة سلام الله عليها جاي تقول لنا الثناء على الخالق واجب،